تعادل المنتخب المصري مع منتخب موزمبيق بنتيجة 1-1. مباراة صعبة فنيا، مباراة كلنا كنا مستنيين انها تخلص. أداء ضعيف من المنتخب المصري تماما. الخطوط الثلاثة، خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، كلهم بعيد تماما عن بعض. نص ملعب منتخب مصر من بداية اللقاء، وأنا قلت الكلام ده من بداية اللقاء، نص ملعب المنتخب المصري هيعاني في هذه المباراة، وكان بالفعل هيعاني. أتمنى بقى في المباراة القادمة يكون هناك تغيير جذري في منطقة نص ملعب منتخب مصر. محمد النني يريح شوية على الدكة، ونشوف مروان عطية، نشوف إمام عاشور بصفة أساسية، ونشوف معاهم حمدي فتحي أو أحمد سيد زيزو، حد من الناس دي يكون موجود. لكن تواجد التوليفه الثلاثه اللي في نص الملعب ومثلث نص الملعب ما هوش راكب على بعضه، ما فيش انسجام ما بين اللاعبين الثلاثه، لعيبه بتسلم وتستلم، ما فيش لعيبه، ما فيش ضغط، ما فيش حتى النهارده بدون مبرر مدافعي منتخب مصر احمد حجازي ومحمد عبد المنعم في حاله ارتباك غريبه جدا. محمد حمدي كان عمل اللي عليه على قد ما يقدر، الناحيه الثانيه محمد هاني كان برده مستواه ما كانش في احسن حالاته، وتوليفه كده وتوظيفه محمد صلاح في الملعب كلها كانت غلط في غلط. محمد صلاح كان بيسلم ويستلم، حط تمريرتين ثلاثه كانوا ممتازين جدا. شفنا ايضا مصطفى الاناكوندا وهدف رائع، ثم اضاعه هدف ما كانش ليه اي داعي ان هو يضيع من مصطفى محمد. كانت كوره انفراد صريح وكان لازم الكوره دي تيجي جون. شفنا كمان كوره لتريزيجيه خبطت في القائم. كان هناك اكثر من فرصه في احداث الشوط الاول ان المنتخب المصري كان يتقدم باكثر من جول في احداث الشوط الاول، لكن شفنا حاله تراخي بدون داعي من لاعبي المنتخب المصري. تسميها ثقه زايده ماشي، تسميها مفيش انسجام ماشي، تسميها ان لاعيبه المنتخب المصري مفيش تركيز، وده بان في احداث الشوط الثاني. اللياقه البدنيه عند لاعبي المنتخب المصري مش في احسن حالاتها. منتخب موزمبيق لعب مباراه كبيره على المنتخب المصري وادى مباراه واستحق، بل عايز اقول ان هو شفنا المدير الفني لمنتخب موزمبيق كان زعلان جدا بعد ضربه الجزاء، لان هو شايف انه عمل مباراه كبيره على المنتخب المصري. اتمنى التوفيق للمنتخب المصري في المباراه القادمه امام غانا، لكن لابد من التغييرات كبيره جدا في مناطق اللعب. اتمنى ان انا اشوف احمد فتوح لو هو موجود مع محمد حمدي زكي، واشوف منطقه نص الملعب ايضا المثلث يكون مروان عطيه وامام عاشور اساسيين، معاهم بقى حمدي فتحي، معاهم احمد سيد زيزو، معاهم اي لاعب تاني. لكن التوليفه اللي موجوده حاليا مش في احسن حالاتها مع المنتخب من حيث الانسجام واللعب والدفاع، وايضا تحول في حاله الهجوم.